الطبق ده لو قدامك اكيد هيفتح نفسك على الاكل. طب لو انتي بقى اللي عاملاه بايدك وضايفه له التكات بتاعتك اللي هتنقله في حتة تانية خالص، هيفرق. طبعا هيفرق كتير. يلا بينا نعمل احلى فراخ مشوية، ومش هقولك زي بتاعة المطاعم، لا هقولك هتتحدي بيها اي مطعم. يلا بسرعة لايك وشير الفيديو، ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بسرعة عشان نبدأ. اول حاجه جهزت الفراخ. الكميه اللي معايا كانت فرخه ونص، وزن الفرخه كانت كيلو ونص مش ازيد من كده. غسلتهم كويس قوي بالملح والليمون. وبعد كده بدات اكسر العظمه الورك بالشكل ده علشان ما يبقاش فيه اي دم جنب العظمه. وبعد كده بدات بالسكينه بعمل نغزات جنب العظمه من كل ناحيه، علشان اضمن برضو ان مفيش اي اثر لاي دم. وعلى الورك كله عملت فتحات بالطول علشان اسرع من التسويه، وفي نفس الوقت اوصل التتبيله الى كل لحم الفراخ. وفي الصدور برضو عملت فتحات كده بالطول زي ما هتشوفوها دلوقتي. حلو قوي كده. نفس الموضوع هعمل في الصدر التاني علشان برضو اوصل التتبيله لكل لحم الصدر، وفي نفس الوقت اسرع من التسويه دلوقتي. واهم حاجه هو محلول النقع. معايا بوله فيها لتر ميه، نزلت عليها معلقه كبيره ملح ومعلقه كبيره سكر وعصير ليمونه وربع فنجان صغير من الخل وشرايح ليمون. اي توابل حصى موجوده عندك، انا حطيت حبهان وقرنفل وفلفل اسود حصى، ولو عندك ورق لورا حطي، انا ما كانش عندي وقتها. قلبت كله مع بعضه، وبعد كده نزلت بالفراخ واسيبها في محلول النقع مده لا تقل عن ساعتين. انا هنا البوله كانت صغيره، نقلتهم في بوله اكبر. وده كان شكلهم بعد الساعتين. شايفين شكلهم ولونهم عامل ازاي؟ محلول النقع بيخلي لحم الفراخ لونه ابيض ومفيهوش اي ريحه زفاره، والتوابل بتدي للفراخ طعم حلو قوي، غير انه بيسرع من سواها. وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه لو اول مره بتشوفيني على اليوتيوب، وفولو للبيج لو بتشوفيني على الفيسبوك او التيك توك. انا هنا شلت الفراخ من محلول النقع بتاعها ونشفتها كويس قوي بمناديل مطبخ وسبتها على جنب. دلوقتي هبدا اجهز التتبيله بتاعتها. التتبيله اللي انا هعملها دلوقتي تكفي من فرخه ونص الفرختين. هنحتاج اول حاجه بصلتين متوسطين وطماطميه ضربتهم كويس قوي في الكبه واخدت الميه بتاعتهم بس. نزلت عليهم بعصير ليمونه وربع فنجان صغير من الخل ومعلقتين كبار من الصلصه او معجون الطماطم، نص معلقه صغيره من الثوم المفروم، معلقتين كبار من الزبادي. التوابل اللي استخدمتها هي ملح وفلفل اسود وكزبره ناشفه وبهار فراخ وبابريكا مدخنه وسكر وثوم وبصل باودر وسماق. الملح كان معلقة كبيرة، لكن باقي التوابل معلقة صغيرة من معالق التوابل. وبعد كده قلبت كله كويس جدا. وبعد كده نزلت بالفراخ واتأكد انها اتغلفت بالتتبيلة من كل ناحية، وادخل التتبيلة في الفتحات اللي كنت عاملاها في الفراخ. اخلص كل الكمية بنفس الطريقة وبعدين ارجع لكم. هنا كنت خلصت الكمية كلها، غطيتها وسبتها في التلاجة من بالليل لتاني يوم الصبح. بس انتي لو مستعجلة ممكن تسيبيها 4 ساعات، بس طبعا كل ما تقعد في التتبيلة وقت اطول كل ما نتيجتها كانت احسن. عايزه اقول لكم على حاجه كمان، قبل ما تحطوا الفراخ في التتبيله دوقوا التتبيله وظبطوا الملح بتاعها. انا عايزه الملح يكون عالي سنه، لان لحم الفراخ لسه هيتشرب كتير من الملح، فعشان طعم لحم الفراخ في الاخر يطلع معاكي مظبوط ما يبقاش عادب. وده كان شكل الفراخ تاني يوم. جهزت صينيه الفرن وبدات انقل الفراخ فيها، نص الاربع كده جنب بعضها محطهاش فوق بعض. وباقي التتبيله اوزعها بالفرشه كده على الفراخ، لان دي اللي هتساعد على تسويه الفراخ. هدهن كل وش الفراخ بالتتبيله كويس قوي لحد ما اخلص كل كميه التتبيله، لان دي اللي هتساعد على ان الفراخ تستوي كويس. انا كنت نسيت ان انا احط زيت في التتبيله فهزوده دلوقتي. انتوا حطوا في التتبيله من الاول وانتوا بتعملوها ربع فنجان صغير من الزيت. ان انا كنت زودت الزيت، بس طبعا الزيت انتوا عارفين ان هو بيشيل اجزاء من التتبيله، فرجعت بالفرشه تاني ان انا اظبط الاجزاء اللي اتشالت دي. دخلتها فرن ساخن مسبقا درجه حراره 200 على الشبكه رف اوسط لحد ما تستوي. الاحسن انك تغطيها بالومنيوم فويل، هيكتم البخار وهيسويها بشكل اسرع. لما استوت بالشكل الفراخ كانت نزلت الدهون اللي فيها في التتبيله اللي في الصينيه. بدات اخد من التتبيله وادهن وش الفراخ ودخلتها تحت الشوايه عشان تاخد اللون الذهبي المظبوط ده. الخطوة الجاية دي اختيارية. حطيت فحمة واخدت معلقة من الدهون اللي نزلت من الفراخ وحطيتها على الفحمة. هي بتدي ريحة حلوة قوي. كلنا عارفين ان الفحم مضر، فعشان كده انا بقول لكم اختيارية عشان يديكي احساس ان هي كأنها فراخ على الفحم. حابة تعمليها اعمليها، مش حابة تعمليها، عشان كده انا بقولك الخطوة دي اختيارية. وطلعت رهيبة بالشكل ده يا جماعة. الجناش عملت وردات كده من الطماطم ورشة بقدونس. الريحة حرفيا كانت قلب البيت. شكلها وطعمها رهيب. متأكدة ان هي هتعجبك قوي.
يكفي ان انت عاملاها بايدك في البيت. شايفين انا قصدت ان انا افتح لكم الدبوسه عشان تشوفوا شكل العظمه من جوه، ما فيهاش اي اثر دم ولا اي حاجه خالص. محلول النعاده رهيب، انا معتمداه في كل وصفات الفراخ بتاعتي. اتمنى وصفه النهارده تكون عجبتكم وتشاركوها مع كل اللي بتحبوهم، وما تنسوش اللايك والشير.